راه الموت ما جاش بسبب الحماله، راه ماشي حيت حملتي صافي غادي تموتي، راه غير السبب. اما هي راه مكتوب ليها تموت في هذاك النهار، سواء كانت حامله ولا ماشي حامله، مكتوب ليها هذاك النهار اللي هو اليوم انها تموت، ومكتوب ليها تدفن. اما هو السبب غير جا على الحماله. يقدر واحد اخر انت ربي ينجيك من هنا ويجي السبب شي حاجه بسيطه، راه ماشي بالضروره حيت حامله صافي راه غادي تموتي. هاد القضيه هذه الا دخلتوها لدماغك وما النفسيه ديالك وديال الجنين وغتمرضي وغتكتئبي. راه كاين الاكتئاب ديال الحمل. طول بالكم الصحه ديالكم الحاملات، ديما راقبي السكر ديالك، راقبي الطونسيون ديالك، راقبي الماكله ديالك، كلي ماكله صحيه، بعدي على السقط، بعدي على بزاف د الحوايج باش هكا ما تضريش راسك. وحتى الناس اللي كيكونوا قربوا يولدوا ماشي السيمانه الاخرى ولا 15 يوم الاخرى تبقاي عاطيه غير كان وتبقاي الارهاق كتعذبي في راسك. لا، عطي راسك الراحه النفسيه، ونهار تولدي وانت مرتاحه، ماشي عليك واحد ستريس، عليك واحد العيا وعليك واحد اش غنقول لكم، عطيو الراحه لراسكم. الا جات على الموت راه كلنا غنموتوا، راه السبب شوفي كل واحد والسبب علاش كيموت. يا ربي وهذا الاذان هذا الله يفككم على خير، وتفرحوا مع وليداتكم وترجعوا لعائلاتكم ويفرحوا بكم. وديك السيده الله يرحمها والله يصبر عائلتها، والله العظيم كيبقاو فيك غير الوليدات والعائله. والله يصبرها، الله يصبرهم. اما هي راه مشات شهيده عند الله سبحانه وتعالى، المراه ما فيش كتكون كتولد كتمشي شهيده عند الله.